اول ما نيجان طلع كان كانه زي اي فيلن عادي في المسلسل، هياخد وقته ويروح لحاله بعد ما يعمل شويه مشاكل ويسيب انطباع على الجمهور يفتكروه بيه بعد كده. بس نيجان في الحقيقه مش شخصيه عاديه، ويمكن حتى هو التطبيق الحرفي لعالم ذا واكن ديد، وكل حاجه قام بيها ولا قصته بتعكس الظروف اللي حواليه وقواعد وقوانين مجتمع ما بعد النهايه، عشان يتحول بالتدريج الى مثال عملي لفكره الاخ الكبير بتاع روايه 1984 بامتياز، ويستخدم سياساته وافكاره على ارض الواقع، ويخلق لنفسه جيش محكوم بالولاء المطلق، ويتلاعب بعقول تابعيه وضحاياه بنفس الوقت، ويعيد بناء المجتمع من جديد بس بطريقته الخاصة في وسط ما باقي المجموعات بتقاتل للنجاة بلا هدف أو تنظيم حقيقي. ازاي الكلام ده؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى اما نشوف مع بعض. Anybody moves, anybody says anything, cut the boy's other eye out and feed it to his father, and then we'll start. You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. ليه نيجان التطبيق الحرفي لعالم ذا واكن ديد؟ لانه زي مايك كده في بريكنج باد، بيمثل كل حاجه الكتاب بيحاولوا يتكلموا عنها، وبيظهر في هيئه السهل الممتنع اللي جزء من الاحداث فعلا، مش دخيل عليها ولا يعتبر بتاثر فيه اصلا، ودخوله في اي لحظه سهل وسلس مهما كان بيحصل وقت ظهوره، لانه بيجيب الحل وكل الشخصيات بتظهر قليله في اي مقارنه مباشره بيه، وده لان نيجان بالاخص دونا عن باقي الشخصيات واقف على الخط الفاصل بين النظام والفوضى، مش غلط قوي ولا صح قوي، هو شايف نفسه شر لابد منه، وكل العنف والقتل والمصايب اللي بيتسبب فيها وسيله لتحقيق هدف معين، مؤمن ان من غير اللي بيعمله ده الفوضى هتدمر اللي باقي من المجتمع. We survive. We provide security to others. We bring civilization back to this world. We are the saviors. زي ما حصل معاه زمان والعصابه اللي خطفته وهو بيجيب الدواء لزوجته في الفلاش باك اللي عرفنا فيه اصله من قبل النهايه كزوج خاين عنده مشاكل مع الغضب والسيطره على نفسه، وازاي خسر وظيفته وزوجته جالها السرطان، ثم العالم انتهى على دماغه ودمر كل اللي باقي ليه، ولذلك في وسط ما باقي الناجين عباره عن همج ومجرمين مهما حاولوا، او ناس طيبين على الله ماسكين في هدوء مؤقت ملوش اسس قويه ولا قادرين يحافظوا عليه في وجه اي تحدي زي ما بيحصل مع ريك جرامز ومجموعته كل موسم. نيجان نجح بالفعل انه يبني مجتمع منظم فيه قواعد وقانون حقيقي، ومش بس مرتبط بشخصه هو لكن متفرع، وكل منطقة تابعة ليه عندها قائد ونظام وهكذا. وبما ان العالم ده قائم على الخوف اساسا سواء من الزومبي او نهاية الحضارة او الموت او حتى باقي البشر، فطبيعي ان يبقى الخوف اداته الرئيسية، والشكل اللي يختار يفرض بيه قواعده على اللي حواليه. You see, Rick, whatever you do, no matter what, you don't mess with the New World Order. The New World Order is this, and it's really very simple. Give me your shit, or I will kill you. وفلسفته تعتبر رد فعل على الفوضى اللي شايفها قدامه، هو فاهم ان من غير حاجه تسيطر على الناس وتربطهم ببعض خصوصا المجرمين زي المنقذين مش هيعرفوا يواجهوا التهديدات اللي في نهايه العالم، وشعاره ان الناس موارد بيعكس الفكره دي. هو شايف انه محتاج يبني هيكل اجتماعي او مجتمع صغير يكبر مع الوقت ويستوعب اماكن وناس اكتر مهما كانت التضحيات او التنازلات الاخلاقيه اللي هتحصل لتحقيق الهدف ده. People are a resource. Money on the table. People are the foundation of what we are building here. والتزامه بالقواعد بتاعته اللي بنتفق او نختلف عليها بيخلق نوع من النظام، بمعنى ان الكل فاهم حدود نيجان وماشي بيها في كل الاحوال، وده في حد ذاته بيعمل تناقض مع طريقه النجاه العشوائيه للمجموعات التانيه. ومثلا ريك جرايمز كل شويه حد يطلع يتحداه ولا يقف في طريقه من داخل المجموعه، ومهما كانوا عائله واحده او اصدقاء مرتبطين ببعض فدايما الخلاف بيلاقي طريقه بينهم ويضعفهم مع الوقت، ولازم مصيبه او حاجه كبيره عشان يتجمعوا سوا تاني. Respect. Cool, huh? They're still on their knees. لكن عشان نيجان يقدر يعمل كل ده بيستخدم نفس طريقة الأخ الكبير بتاع رواية 1984 عن طريق إنه يبقى شخصية متسلطة بتتحكم في الناس بالخوف والتلاعب والقضاء على الهوية الفردية، بس بشكل منظم بحيث يبقوا نسخة من بعض كلهم بيفكروا ويتكلموا بنفس الطريقة. إزاي؟ يعني في 1984 حزب الأخ الكبير كان بيقسم الناس طبقات على حسب أهميتهم للنظام، وفي الأسفل خالص الناس اللي ملهاش لازمة وعايشين بلا هدف بياكلوا ويشربوا زي المواشي ويخدموا النظام، ولو حاولوا يعترضوا ولا يتكلموا بيطلع عينهم، بينما اللي تابع الحزب والقادة عايشين ملوك معاهم كل حاجة ومش فارق معاهم الباقيين. وده لو تركز نفس اللي بيعمله نيجان في الملاذ بتاعه، بيقسم الناس حسب أهميتهم وولائهم الشخصي ليه، إما المنقذين اللي كلهم نيجان أو الغلابة اللي بيشتغلوا ويعملوا كل حاجة. You wind up on the spike and you work for me as a dead man. 2, you get out of your cell, you work for once, but you're gonna wish you were dead. Or 3, you work for me. You get yourself a brand new pair of shoes and you live like a king.
ودول عايشين بنظام النقط ومش لاقيين ياكلوا، ويعتبروا في عبوديه كامله للطبقه الخاصه بنيجان، ومفيش في ايديهم قوه حقيقيه ولا يعرفوا يعترضوا او يعملوا حاجه، زي ما شعب الاخ الكبير كده مش فاضي اصلا يبقى ليه راي لانه يعتبر مش عايش، وده بيضمن سيطره سواء نيجان او الاخ الكبير على كل اللي تحته، ويطمنوا ان مفيش تهديد ممكن يطلع من الناس اللي راضيين بحياه العبيد دول لانهم اضعف واسفه من حتى المحاوله. وعلى الجانب الاخر يكون ان في طبقه زي رجاله نيجان وسايمون مثلا بيستفادوا منه بشكل مباشر ومتكيفين مع الوضع، دول بالذات هيضمنوا وجود الاخ الكبير لاطول فتره ممكنه وولائهم ليه ملوش نهايه. Who are you? Negan. Who are you? Negan. Who are you? طب واللي يخرج علينا هنعمل فيه ايه؟ بسيطة، الإجابة برضه عند الأخ الكبير، التلاعب النفسي والسيطرة على أفكار اللي معاه، بحيث يقنعهم إنه في كل مكان وشايف كل حاجة، وحتى اللي بتفكر فيه أنا عارفه قبل ما تعمله، فبتتخلق حالة نفسية يبدأ فيها الناس يستوعبوا سلطة الأخ الكبير جواهم، كأنه حرفيا موجود بداخلهم فعلا، وبيتحولوا مع الوقت إن هم مش بس يبقوا أوفياء ليه، لكن دراعه الممتد سواء حاسين بكده أو لأ. Go back while you can. You know I did. Whatever he's done to you, there's more. There's always more. You won't get away. ودي حرفيا فكره انا نيجان، اللي هو مش كفايه تسمع كلامه ولا تبقى تابع ليه، لكنه عايز يملكك، زي ما قال ريد جريمز كده، انت بتاعي وملك انا بس. You answer to me. You provide for me. Provide for you. You belong to me. Right. وبما ان مفيش تكنولوجيا ولا كاميرات مراقبه مثلا عشان يشوف كل حاجه، فهو مش محتاج اصلا الحاجات دي، عشان حتى بعيد عنه ب 20 كيلو ولا حاجه في ناس بتقول احنا نيجان برضه، كلنا نيجان وبنتصرف باسمه وبنحافظ على سلطته وقواعده. Sweetie, sweetie. We are all Negan. وكمان الاعداد الضخمه للمنقذين بتخليك تحس انه في كل مكان فعلا، وده اللي عمله نيجان مع ريد جريمز قبل ما يظهر، وكل طريق يحاول يمشي فيه يلاقي مجموعه واقفه مستنياه، اللي هو مهما تروح هتلاقينا هناك. خلي بالك ان دول كلهم نيجان وبيقولوا انا نيجان، يعني حرفيا على ارض الواقع في كل مكان اهو، مش كلام. You see that? I am everywhere. ولو مستغرب هو ازاي قدر يوصلهم لحاله زي دي انهم يبقوا تابعين ليه وكلهم نيجان، بس شوف اللي كان بيعمله مع داريل والعذاب النفسي اللي عمله فيه، وكان قريب جدا انه يكسر عزيمته من غير حتى ما يمد ايده عليه، لدرجه انه خلى داريل اللي كان متمرد طول عمره زي حيوان اليف ولا خدام عنده. Clean that up. وده كله جاي من ان نيجان عزله في سجن مظلم لوحده، مش بيتعامل مع بشر ولا بيشوف حد، ومنعه من انه يفكر ولا يبقى حتى مع نفسه، بانه يشغل موسيقى عاليه بشكل مستمر عشان يشوش افكاره، وكل شويه يلعب في دماغه ويديله اغراءات عشان يستسلم، وحاجه قريبه من تعذيب وينستون من الاخ الكبير لو قريت الروايه، لحد ما بقى مش قادر حتى يفكر في المقاومه، ومقتنع من جواه بكل حاجه بيحطوها في دماغه. But it was all right. Everything was all right. The struggle was finished. He had won the victory over himself. He loved Big Brother. وده نفس اللي عمله مع دوايت قبل كده، وكان هيعمله مع ساشا، ويا عالم عمله مع مين قبل كده. ومدى ثقة نيجان في الطريقة ديت بتعرفك لأي مدى هي نافعة جدا، واستخدمها كتير مع رجالته قبل كده. وفي النهاية لازم هتلاقي نفسك بتسأل سؤال مهم جدا، هل نيجان فعلا بيمثل العالم اللي حواليه، ولا هي طبيعة البشر من قديم الأزل ومفيش حاجة اتغيرت؟ هل نيجان فعلا شر لابد منه في عالم فوضوي محتاج واحد زيه، ولا مثال على خطورة السلطة المطلقة بدون رقابة؟ انت رأيك في الكلام ده؟ I haven't killed anyone that didn't need it. The workers you treat like slaves. It's an economy. Some people win, some people lose, but no one's a slave, no one's going hungry, and you couldn't say that before all this.